دول اهم 7 عناصر مهمين جدا في صناعه المحتوى للبراند بتاعك. النهارده هنتكلم شويه تكنيكال اكتر بحيث ان احنا نفهم ازاي نبدا نبيلد اكتر في جزئيه الكونتنت الخاص بالبراندز بتاعتنا، وهل ده ممكن يكون مؤثر، وليه انت لازم تفكر مليون في المية ان انت تنفست بشكل كبير جدا في الكونتنت اكتر من الادز، وان انت لازم يكون عندك كوميونيكيشن واي مع الكاستمرز بتوعك. انا متولي بشتغل كريتيف استراتيجيست وفاوندر لبيرسونا جودز بيرسونال براندنج ايجنسي وفاوندر لبيبل اند براندز كوميونيكيشن سولوشن بنبروفايد هنا فيها كونتنت كريشن. فخليني النهارده اشرح لك شويتين 3 عن الكونتنت الخاص بالبراندز، ازاي بيتبنى وليه هو مهم ان هو يتبنى، وليه مهم اكتر ان انت تعمل الانفستمنت ده جوه البراند بتاعك بشكل قوي جدا. خلونا النهارده نتكلم على 7 عناصر مهمين انت محتاج ان انت تفكر فيهم وانت بتبني الكونتنت بتاعك. اول حاجه واهم حاجه هي الهويه. ماشي، شيء بيزك وشيء بسيط جدا، ولكن هنا احنا بنبقى محتاجين نسال نفسنا اسئله كتيره جدا، اهمها البراند ده بيتكلم مع مين، بلس الوانه ايه، بلس شخصيه البراند عامله ازاي. ليه ده مهم جدا؟ عشان بكل بساطه ما يكونش في تكرار في الهويه بتاعتك. يعني ده ابسط سبب ممكن اقوله، ان في براندز كتيره بتحاول على قد ما تقدر ان هي تبص على براندز ثانيه اللي هي بتعمله وتعالى نكوبي اللي الناس دي بتعمله، ولكن انت هنا فين؟ هنا بقى الاجابه اللي ما بتكونش موجوده، اللي هو طيب انا بعمل شغل حلو بس ما فيش، عشان لو في لويال كاستمر او لو في اكسبيرينس مهمه الناس لازم تمر بيها، فالاكسبيرينس دي الناس بتمر بيها من اول الايدنتيتي بتاعتك وتفاصيلها بشكل كامل عامله ازاي، بلس صوتك جوه الهويه دي عامل ازاي. طيب تاني عنصر وهو الجمهور. انا رايح اعمل براند جديد او عندي براند بالفعل ومحتاج ان انا ابص على الجمهور بتاعي بزوايا مختلفه او ان انا افهمه بشكل اكبر. احنا هنا عندك الجمهور بتاعك نقدر نقسمه على 3 عناصر، خلونا نسميها عناصر. ال3 عناصر دول بكل بساطه هو المستوى العقلي، تاني عنصر المستوى العاطفي، تالت عنصر هو المستوى السلوكي. محتاج تفهم الكاستمر بتاعك بيفكر ازاي، بيتابع مين، مهتم بايه الى اخره على المستوى العقلي. والمستوى العاطفي ايه الحاجات اللي بتأثر في العناصر او الظروف، خلونا نسميها الحاجات اللي بيخاف منها. وثالث حاجة ممكن تكون هو بيحلم بايه. والمستوى السلوكي بقى انت محتاج تفهم هو بيستهلك قد ايه من المحتوى، سواء المحتوى بتاعك او المحتوى اللي جوه الاندستري دي، وفين بيستهلكه وايه اللي بيخليه يقف يتفرج. دول مهمين جدا جدا جدا، بعيدا عن ان انا بكلم جمهور عمره من 18 ل 22 سنه عايزين يغيروا العالم. ده مش ده مهم ولكن فكره ان انت قدرت انك تحدد الجمهور بتاعك بشكل كويس تحفه، لكن اللي انت محتاجه بشكل اكبر ان انت تقدر تدخل ديب اكتر على الاودينس بتاعك بحيث ان انت تفهم اكتر الناس دي بتفكر ازاي، عايزه ايه، بتتابع ايه، مهتمه بايه، الحاجات اللي بيخافوا منها، الحاجات اللي عايزين يوصلوا لها، احلامهم، طموحهم الى اخره. والمستوى السلوكي الناس دي بتتعامل ازاي، بتستهلك محتوى عامل ازاي الى اخره. ده اول ما هتبدا تفهمه بشكل كويس قوي هتبدا ان انت تقدر تعمل له امبلمنتيشن او تطبيق داخل الكونتنت استراتيجي بتاعتك، هتبقى ان هي مؤثره بشكل كويس جدا. طيب ثالث حاجه الفاليو. انا مش هتابعك ومش هتابع البراند بتاعك الا لو انت بتقدم قيمه معينه. ماشي، هنا اللي بيتخلق اللويال كاستمر او اللويال فان. انما لو انت بتقارن الموضوع بالفيوز الكتيره جدا اللي ممكن اي حد يقدر يوصل لها سواء بيقدم محتوى كويس او مش بيقدم محتوى كويس على التيك توك او اي بلاتفورم، فدي ملهاش علاقه نهائيا باللويال كاستمرز في الصناعات المهمه اللي احنا ممكن نكون بنشتغل فيها. فانت محتاج انك تفكر قوي 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 البراند فاليو والبراند مسج بتاعتك بتاعت الاودينس عامله ازاي. احنا هنا موجودين بنعمل ايه غير اننا نبيع؟ ده مهم جدا بالنسبه لك. البراند لازم يجاوب على تساؤلات العميل وما يكونش مجرد زحمه. ليه؟ عشان انت هنا عندك رساله بتشتغل او بتقدم المحتوى ده عشان. فهنا بيجي حاجه مهمه جدا، انا هروح للناس دي اتكلم معاها واقول لها ايه وايه الرساله اللي انا هحاول اوصلها لها، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل فيديو كبير جدا بيتكلم على البراند فاليو
البراند مسج، لكن انت محتاج تهتم بالقيمه وتهتم بالرساله. طيب رابع حاجه وهي الشيء الكارثي اللي البراندز كتيره جدا بتضيع نفسها فيه، وهي الكونتنت سيستم. هسيب لكم بوست في الفيديو تحت كنت بشرح فيه ازاي تقدر ان انت تبني سيستم كامل للكونتنت بتاعك، ولكن الكونتنت سيستم هنا هو ان المحتوى مش وليد اللحظه. يعني المحتوى بتاعك لازم يكون مبني بناء على اهداف ومراحل معينه عشان يحقق الهدف منه. انما ممكن يكون في بارت من اعتمادنا على الترندز بشكل ما، ولكن لو ده هيكون اعتمادنا بشكل كامل فاحنا هنكون بنضيع بشكل لا احد يتخيله. فمهم جدا ان يكون في سيستم هنا واضح من اول الفكره، التنفيذ، الببلشنج بلس البيرفورمانس بلس الاناليسيس الى اخره. لازم أن يكون في حاجه احنا بنتحرك فيها كلنا بحيث ان هي تقدم لنا في الاخر يا جماعه اللي اتعمل ده قدر يوصلنا فعلا لارقام كويسه. العنصر الخامس هنا وهي التجربه اللي البراند او اللي انت بتخلي العميل بتاعك يمر بيها، سواء براند من اول ما يدخل على الستور بتاعك لحد اما البرودكت يوصل له في الاخر هيوصل له ازاي، بانهي طريقه، هنرد عليه ازاي، هيشوف ايه على السوشيال ميديا بتاعتنا، ايه المسج اللي ممكن تجيله مع البوكس اللي احنا باعتينه مع المنتج، او سواء انت بتعمل بيرسونال براندنج من اول ما هيبدا يتعرف عليك لحد اما يقابلك على ارض الواقع ويكتشف ان انت شخص حقيقي فعلا زي اللي موجود على السوشيال ميديا. فالمحتوى هنا لازم يكون بيخلق او بلاش بيخلق، بيصنع تجربة كويسة جدا، سواء من شكل الفيديو او كذلك الاستمرارية بشكل قوي جدا عشان تقدر ان هي بتأثر برضو مع الوقت في شكل البراند. سادس حاجة وهي المنهج اللي انت هتعتمده في الكونتنت بتاعك. المنهج هنا ان المحتوى مش هيكون عشوائي زي ما احنا قلنا فوق، هو مبني على سيستم معين، فالسيستم ده محتاج خطة قوية تقدر تقول لنا احنا رايحين فين. فهنا انت لازم تبص بشكل كويس جدا الكونتنت اللي هيتعمل ده، هل هو اويرنس ستيج، كونفرجن، هدفه ان احنا نبيلد تراست، هدفه ان احنا نبيلد اثوريتي الى اخره. فده مهم ان هو يكون او تكون عامل حسابه وانت بتتحرك. سابع حاجه واخر حاجه وهي اللي انا بشوفها مهمه جدا لكن كتير جدا من البراندز ممكن ما بتكونش بتبص عليها بشكل قوي جدا، وهي الاناليسيس الديفلوبمنت. انت مش هتقدر تبقى عارف انت رايح فين قدام على قد ما هتقدر للكارنت سيتويشن وتفهم اكتر ازاي اللي انت بتعمله في الوقت الحالي هو شيء مؤثر على المدى الطويل، وايه اللي انت محتاج تعمله قدام عشان يقدر يعلي القيمه من الحاجه اللي انت بتعملها. فالاناليسيس هي شيء بديهي بحت وقوي جدا 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 انت محتاج تبص عليه عشان يقدر ان هو يوصلك في الاخر الديفلوبمنت. دول 7 عناصر بساط جدا انت محتاج تفكر فيهم في الكونتنت بتاعك قبل ما هتروح بقى تبيلد كل حاجه، وليهم اسئله كتير جدا. لو عندك اي اسئله في اي جزء منهم ومحتاج ان احنا نعمل عنه فيديو كامل انا هكون مبسوط بده جدا، قولوا لي في الكومنت واشوفكم على خير. سلام.